لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. يجري المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء يوم السبت الثاني حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لملاقاة منتخب زامبيا يوم الجمعة 7 يونيو لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتنقسم تحضيرات الوسود بين مركب محمد السادس لكرة القدم ثم بعدها مدينة أكادير تأهبا لمباراة التصفيات أمام زامبيا التي تقام بالملعب الكبير لأكادير أضرار. ومن المنتظر أن تكون صفوف المنتخب الوطني المغربي مكتملة بداية من الأسبوع المقبل بلحاق كل من إبراهيم دياز وياسين بونو. ويسافر المنتخب الوطني المغربي بعدها مباراة زامبيا صوب الكونغو، وتحديدا ملعب الشهداء الذي يستقبل مباراة الأسود أمام الكونغو برازافيل. شكرا على حسن المتابعة.